السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذه أهم عناوين أخبار اليوم. غضب عارم في الجزائر بسبب الموندياليتو بالمغرب. المنتخب السنغالي يتوج بكأس إفريقيا للمحليين على حساب الجزائر. كلام غبي من حفيظ درجي بسبب كان 2025. بعد الخسارة الشأن أمام السنغال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يصدم الجزائر ويسعد المغرب. رئيس الكاف يحرج الجزائر على أرضها ويحملها مسؤولية عدم مشاركة المغرب في الشأن. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية. غضب عارم في الجزائر بسبب الموندياليتو بالمغرب. أكدت مصادر متطابقة أن هناك غضبا كبيرا لدى الجزائر بسبب تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية لكرة القدم في الفترة الحالية، حيث خطف الأخير للأنظار بشكل كبير من بطولة اللاعبين المحليين المقامة في الجزائر. وكشفت المصادر ذاتها أن الإشادة العالمية بالمغرب وطريقة تنظيمه الموندياليتو وجهت الأنظار إليه بشكل كبير، وهو ما جعل بريق الشأن في الجزائر يخفت بشكل واضح رغم أنه بلغ مراحله النهائية. وتابعت المصادر ذاتها أن عددا كبيرا من نجوم كرة القدم الإفريقية قرروا أن يحلوا بالمغرب لحضور الموندياليتو، بالإضافة إلى وسائل الإعلام العالمية التي لا تزال تتوافد على بلادنا من أجل تغطية الحدث العالمي والإشعاع الذي خلفه المغرب. وزاد المصادر ذاتها أن حفل افتتاح الموندياليتو الذي قدمه المغرب للعالم أبهر الجميع، ناهيك عن التنظيم الجيد التظاهرة، عكس الشأن الذي شهد خروقات واختلالات تنظيمية كثيرة، من أبرزها عزوف نجوم الكرة الإفريقية والعالمية عن متابعة المباريات، بالإضافة إلى استياء الوفود للمشاركة في الشأن. المنتخب السنغالي يتوج بكأس إفريقيا للمحليين على حساب الجزائر. توج المنتخب السنغالي لكرة القدم مساء اليوم السبت بكأس إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على المنتخب الجزائري بركلات الترجيح. وكان المنتخب السنغالي تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول ب6 نقاط إثر فوزين على كوت ديفوار 1-0 وجمهورية الكونغو الديمقراطية 3-0، بينهما خسارة أمام أوغندا بهدف. وفي دور الثمانية تغلب المنتخب السنغالي على نظيره الموريتاني بهدف واحد. وجمع المنتخب السنغالي بين اللقبين القاريين للمنتخبات بعدما توج المنتخب الأول بطلا لكأس الإفريقية قبل عام على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح بقيادة النجم ساديو ماني. وانطلقت البطولة في 13 من يناير بمشاركة 17 منتخبا بعد انسحاب المغرب حامل لقب النسختين الأخيرتين بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021. كلام غبي من حفيظ درجي بسبب كان 2025. يواصل المعلق الرياضي الجزائري حفيظ درجي هذيانه مرددا كلاما غيبيا بخصوص البلد الذي سينظم بطولة الإفريقية 2025. وآخر تنبؤات معلق بإن سبورتس المثير للجدل قوله في مقال بعنوان الجزائر تفوز بالشأن قبل النهائي إن الجزائر بعثت الروح في هذه التظاهرة وجعلتها بطولة محترمة فنيا وجماهيريا، ولأنه صار مختصا في مهاجمة المغرب لم يستطع أن ينهي تنبؤاته أو بالأحرى توهماتها دون أن يهاجم المغرب مجددا. وكتب الدراجي: لا أكن أحذية جنرالات الجزائر في هذا الإطار أنه بسبب غيابه سيتعرض حامل اللقب يقصد المنتخب المغربي لعقوبة الإقصاء من المشاركة في الدورتين المقبلتين طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وتابع المعلق المثير للجدل وأيض للشفقة بلا حشمة بلا حيا أن هذا الأمر عرض المغرب لخسارة حظوظه في تنظيم كأس إفريقيا 2025 التي ترشح لاستضافتها. ومعلوم أنه إضافة إلى المغرب والجزائر تقدمت كل من زامبيا ونيجيريا وبينين بملفات ترشحها لاحتضان الدورة المقبلة من الكان. وأضاف المتحدث ذاته أن الجزائر حولت شأن من بطولة مغمورة إلى حدث تفتخر به القارة السمراء، وفازت بتقدير واحترام الجميع رغم تقصيرها في التسويق لقدراتها على مدى سنوات لتعود إلى الواجهة من خلال كأس الشأن. ولم يتوقف حفيظ درجي عند هذا الحد من الهذيان لصالح بلاده،
بل ذهب إلى حد الادعاء أن هذا الأمر حث أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف على إعادة النظر في حساباتهم عند اختيار البلد المنظم لنهائيات كأس أفريقيا 2025 مكان غينيا، التي اعتذرت عن التنظيم بسبب عدم جاهزيته. وزاد قائلا إن هذا يخلط أوراق التوقعات السابقة التي كانت تتحدث عن فوز المغرب، والذي يبقى واردا في نظر البعض لاعتبارات لا علاقة لها بالاستحقاق. يشار إلى أن المنتخب المغربي لم يتمكن من المشاركة في الشأن بسبب رفض نظام الكابرانة الجزائرية لطائرة بعثة النخبة الوطنية بالتحليق في المجال الجوي الجزائري. وكان المنتخب المغربي الذي حرمه الكابرانة الذين يلعق هذا الدرج أحذيتهم بمناسبة وبدون مناسبة من المشاركة في المسابقة التي يعد حامل لقبها الأخير، كما سبق له التتويج بها في مناسبة سابقة. بعد الخسارة الشأن أمام السنغال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يصدم الجزائر ويسعد المغرب. كشفت صحيفة ليكونومي كوتيديان وأنتيغراسيون الكاميرونيتين أن المغرب يتوفر على أفضل البنيات التحتية الرياضية بالقارة، وأن المملكة المغربية راكمت تجربة قوية في مجال تنظيم الأحداث الرياضية ومنها تظاهرات كرة القدم. وكتبت الصحيفتان إن المغرب يتوفر على أفضل البنيات التحتية في مجال كرة القدم بإفريقيا، ذلك أن جميع الملاعب الرياضية المنتقاة حاصلة على الاعتماد من الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا من قبل الكاف. كما أن المملكة المغربية تتوفر على مركب محمد السادس لكرة القدم، أحد أفضل المركبة الرياضية في العالم، مضيفتين أن اختيار المدن المحتضنة للتظاهرة يستجيب لمتطلب التميز التشغيلي في مجال البنيات التحتية الرياضية وتلك المتعلقة بالإقامة والنقل. وأبرزت ليكونومي كوتيديان وأنتيغراسيون أن المغرب يتوفر اليوم على أزيد من 200 عشب اصطناعي و20 ملعبا ذات عشب طبيعي، فضلا عن العديد من المراكز الجوية للتدريب تستجيب للمعايير الدولية، مثل المركب محمد السادس لكرة القدم الشهير، والذي يعد بنية تحتية فريدة من نوعها في أفريقيا. وأضافت إلى أن هذه الجوهرة الرياضية تقدم أحدث التجهيزات بما يتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يجعلها واحدة من أهم الماركات الرياضية وأكثرها كفاءة في العالم، مبرزين الدور المحوري للمراكز التي تتواجد بالجهات 12 بملا. من جهة أخرى، أبرزت الصحيفتان أن المغرب يعد البلد الأفريقي الوحيد الذي نجح في اجتياز الشرط الأساسي المطلوب من قبل فيما يتعلق بكافة المعايير المضمنة في دفتر تحملاته بنيات تحتية رياضية، فنادق الصحة ليكون مؤهلا لتنظيم كأس العالم في شكلها الجيد ل48 منتخبا. وأشارت الصحيفتان إلى أنه خلال ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 قام فريق من الفيفا يضم عشرات الخبرات بزيارة المغرب خلال أشهر عدة قبل أن يمنحوا نقطة فوق المتوسط، مؤكدتين للمقابل أن المملكة متقدمة بكثير على المرشحين الآخرين لتنظيم كأس إفريقيا 2025. كما أشار اليوميتان إلى أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء هو بمثابة منصة إفريقية حقيقية، وأن شركة الخطوط الملكية المغربية متواجدة في جل دول القارة وتربط أزيد من 82 وجهة في إفريقيا. وارتباطا بحضور الجمهور، أبزت وسيلة الإعلام الكاميرونيتين أن تنظيم كأس إفريقيا بالمغرب سيمنح الفرصة للجالية الأفريقية المتواجدة بأوروبا لحضور هذا العرس الكروي. وأضافت أن كل مدينة مرشحة لاحتضان هذا الحدث الكروي تتوفر على مطار دولي من المشاركة في المسابقة التي يعد حامل لقبها الأخير، كما سبق له التتويج بها في مناسبة سابقة. كما سيكون ممكن التنقل بين المدن بواسطة القطار، فكلها متصلة بالسكة الحديدية، وخصوصا القطار فائق سرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة، وكذا شبكة الطرق السيارة العصرية الممتدة على 2000 كيلومتر التي تتوفر عليها المملكة. كما تتوفر البلاد وفق الصحيفتين على تجربة كبيرة في المجال السياحي، وتمتلك بنيات تحتية فندقية من مستوى عال وبعدد كاف يسمح باستقبال الفرق الوطنية والوفود الرسمية والمشجعين في ظروف جيدة. وخلصت ليكونومي كوتيديان أنتيغراسيون إلى أن السلطات بالمملكة المغربية تؤكد أن كأس إفريقيا 2025 سيكون حدثا ناجحا لكون البطولة ستجرى في ظروف لوجستية ملائمة. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية.